باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، وإحنا في كورس المشهورة في الأزمات، حابب برضو أتكلم معاكم عن ديناميكية الأزمة أو إزاي الأزمة بتتطور. أول حاجة بس عايز أقولها إن الأزمة ما بتبتديش أزمة. الأزمة ما بتبتديش أزمة. الأزمة بتبتدي إن أمر أو حدث حصل، لكن توصل إنها تكون أزمة لو الإنسان بقدراته الشخصية وبالمصادر الخارجية ما قدرش يتخطى الأمر ده أو ما قدرش يتخطى الحدث ده، فبالتالي تتحول من مجرد إنها أمر أو حدث حصل في حياتي إلى إنه بقى أزمة. فلازم نفهم النقطة دي كويس قوي عشان ما نلاقيش نفسنا إن أي حاجة بتحصل نقول عليها أزمة على طول. لا، الأمر مش بالشكل ده. هديكم مثل لحاجة، مثلا حصل اعتداء جنسي على بنت في الأسرة. ممكن يكون حدث وممكن يكون أزمة. إزاي؟ البنت اللي حصل عليها الاعتداء الجنسي ديت أبوها وأمها ناس بروفيشنال، يعني لو أبوها مثلا دكتور أمراض نساء وإن أمها مثلا أستاذة في علم المشورة، هنلاقي الأب والأم بالمهارات والاحترافية اللي عندهم في أعمالهم هيبتدوا ياخدوا الموقف ويحتووه. هيبتدي لو في تبعية حصلت على الاعتداء الجنسي دوت، مثلا إنه حمل مبكر مثلا ولا حاجة، وإن الشخص اللي اعتدى ده مثلا مش من دينها أو مش من أخلاقها أو مش من مستواها، أو العيلة بمعنى آخر رفض أن هذا البني آدم خالص يكون يرتبط بيها بأي شكل من الأشكال، فأبوها ممكن يتصرف كدكتور أمراض نساء يعني في الموضوع ده. تحتويها الأم برضو بأنها تبتدي تعمل معها جلسات مشهورة إنها تخرج من الأمر دوت وإنها تقدر تكمل حياتها وتمشي. الشكل من الخارج اعتداء جنسي وحمل حصل منه، الشكل من الخارج كارثة كبيرة حصلت، أزمة. لكن زي ما بقول لكم، لو الإنسان ما عندوش قدرات شخصية أو المصادر الخارجية مش قادرة تساعده إن يعبر بالأمر، يبقى هنا يتحول لأزمة. لكن لو قدروا يساعدوه يعبر بالأمر، يبقى الأمر هنا وقف على كونه حدث حصل. صحيح ما هواش حدث حلو أو ما هواش أمر حلو، لكن اللي أقصده إن كان عندنا القدرات أو الأهليات إن إحنا نحتويه أو نتجاوز النتائج اللي تحصل، أو إن إحنا نعبر في هدوء من الموقف اللي حصل أو بسلام نفسي يعني. ففي أمور ممكن تكون أحداث أو أمور في حياتنا وهي نفس الأمور ممكن تكون أزمة. إزاي هتكون أزمة؟ لو البنت ديت في منطقة شعبية جدا، أهلها ناس من الأقاليم، وإنهم عندهم العار والعيب والحاجات الكبيرة دي قوي، وإن ما عندهمش أي مصادر يقدروا بيها إن هم يوصلوا لحل للمشكلة ديت. ففي الحالة دي عدم قدرة الشخص وعدم قدرة المصادر الخارجية إنهم يعبروا بالحدث اللي حصل، هيبقى الأمر يصبح أزمة. الأمر يصبح أزمة. ففي ديناميكية الأزمة أول حاجة نعرفها إن إحنا نحدد إن كان الأمر حدث أو إن كان الأمر أزمة. وأنا اديتكم بس أمثلة عشان تقدروا تتصوروا الدنيا ممكن تكون إزاي. وخلوا بالكم إن وإحنا بنعمل تقييم، الأول حددنا إن هو حدث ولا أزمة. يعني جاتني مكالمة تليفون، الحق ده في كارثة حصلت. الأول أعرف بس إن هي كارثة ولا هي حدث وحش أو حدث صعب حصل. يعني لو حدث وهم قادرين يحتووه، خلاص أنا ماليش دور. أنا كإنسان مشير في الأزمات ماليش دور لو أنا عرفت وتأكدت إن الشخص أو المصادر اللي حواليه قادرة تحتوي الحدث الصعب اللي حصل ده، وأنا يبقى كده أستيب باك وإن خلاص ماليش دور. فأنا لا أحدد بناء على المعلومات اللي أنا أعرفها عن الحدث اللي حصل وعن قدرات وإمكانيات الشخص وقدرات وإمكانيات المصادر الخارجية. وأنا بعمل تقييم في حاجة مهمة أوي لازم أعرفها. وأنا بعمل تقييم
مش رأيي أنا اللي بيكون، مش رأيي أنا اللي بيكون. يعني مثلا مش عايز يعني أقرر، لكن عشان ما نتلخبطش في أمثلة كتيرة خلينا في مثل الاعتداء الجنسي. أنا قلت لكم إنه ممكن يكون حدث لو الأب مثلا دكتور أمراض نساء والأم مثلا أستاذة في المشورة وبتعمل مشورة لناس كتير، فبالتالي هيقدروا المصادر الخارجية تحتوي. طب ماذا لو إن البنت ديت من النوع العاطفي جدا وإن شخصيتها ضعيفة ومهزوزة جدا؟ هتقول لي طب إيه المشكلة؟ أقول لك لا، المشكلة إن البنت دي مش هتقول. هي البنت نفسها لأنها شخصية حساسة جدا وإنسانة ضعيفة الشخصية وإنسانة خوافة بتترعب من أي حاجة بتحصل، فبالتالي كارثة زي كده لا هتروح تتكلم مع الأب ولا هتروح تتكلم مع الأم، مع إن المصادر الخارجية ممكن تساعد، لكن هي شخصيتها خلت الأمر يتحول من كونه حدث ممكن يحتوى إنه أنا أصبح أزمة، عشان هي شخصيتها مش قادرة تتعامل مع الموقف، مش قادرة تتكلم عنه. فبالتالي نخلي بالنا إن التقييم مش لينا، التقييم للشخص. يعني بمعنى آخر ما يجيليش مثلا مكالمة بعدين إن واحدة بتقول لي إن صاحبتها مرعوبة وبتعيط ولمحت لها كده إن في كارثة حصلت وإن حد اعتدى عليها جنسيا. ممكن تكون هي قالت كلمتين بساط كده لأختها. بلاش أنا كمشير في الأزمات أقول طب ما هو أهلها ناس يقدروا يتصرفوا خلاص. لا، لأن هي ما راحتش قالت لأهلها. بلاش أنا أعمل التقييم. التقييم يكون بناء على الشخص نفسه، إنه هو شايف الموضوع إزاي وإن الموضوع حجمه قد إيه. فخلوا بالكم من نقطة زي كده، إن بلاش أنا اللي أقيم الأمر إذا كان مجرد حدث أو إنه كارثة أو أزمة. لا، أسيب الشخص نفسه هو اللي يعبر عن مدى الأمر بالنسبة له، وبالتالي أقدر أتعامل معاه على المستوى دوت. خلوا بالكم برضو إن مشير الأزمات بيعمل أسسمنت سريعة، يعني بيعمل تقييم كده لكل الدنيا، مش بس للشخص، لكل الدنيا بسرعة، ولازم يتأكد إنه في دقايق بسيطة قدر يعمل الأسسمنت دي بسرعة. يعني مثلا ولد في البيت اكتشفوا إن هو مدمن مثلا، زي ما أقول لكم ممكن يكون حدث وممكن يكون كارثة. هيكون حدث لو في ناس حواليه بروفيشنال ويقدروا ياخدوه ان هو يحصل له يطلع من حالة الإدمان ديت في مصحة مثلا، ويبقى الأمر احتوي والدنيا مشيت. لو عنده هو يعرف ناس كده أو عنده إمكانيات مالية لكده، أو إن في حد حواليه فعلا متخصص في كده، لكن تتحول لأزمة لو ما فيش حد حواليه يقدر يساعده في أمر زي كده، وتلاقي الأهل عمالين يلطموا ويصوتوا وهم ما عندهمش قدرات يقدروا يعملوا حاجة. لما مشير الأزمات بقى لما يجي يسأل يقول طب مين أصحابك؟ يردوا مثلا أخوه اللي أكبر منه ولا أخته اللي قريبة منه قوي، لا ده مالوش غير صاحبين 2 بس، واحد على نص الشارع والتاني بعيد عننا بتاع 10 دقايق كده. السؤال اللي أنا سألته ده مش كفاية، أنا بعمل أسسمنت. فقبل ما أقول إن أصحابه ممكن يكون جهة معاونة إن يبقوا معاه ويشجعوه أو يقنعوه إن هو يروح مصحة مثلا، السؤال التالي على طول طب أصحابه بياخدوا مخدرات؟ أعمل تقييم، مش هروح أخده في حتة غلط، مش هروح أخده لحد غلط، لا بسرعة وأنا بعمل أسسمنت كده أقدر أعرف إذا كان المصادر اللي حواليه مصادر آمنة أو مصادر غير آمنة. دي الأمور اللي في ديناميكية الأزمات. في حاجة مهمة نعرفها قوي، إن أي أمر في الدنيا
ما يتقالش عليه إن هو كارثة أو أزمة إلا لو كان يصاحبه تهديد. إلا لو كان يصاحبه تهديد، يا إما تهديد للحياة يا إما تهديد معنوي، تهديد للسمعة، فضيحة ممكن تحصل من الأمر دوت، حاجات زي كده يعني، أو تهديد للحياة إن حد بيقول لو عملت كده أنا هبيدك من على وش الأرض، أو تجيله رسائل تهديد في أمر معين يعني. فالأمر لا يصبح أزمة إلا لو كان يصاحبه تهديد، سواء كان تهديد على الحياة أو تهديد معنوي. الأمر لا يصبح أزمة إلا لو كان في حاجة أخرى وهي الفقدان. يعني مثلا لو الأب في حالة هيجان وغضب شديد جدا وطرد الأم من البيت وقال لها لغاية ما تموتي مش هتشوف العيال. الأزمة مش إنه طردها من البيت، بقى الأزمة إنه في فقدان إن أنا مش هشوف العيال دول تاني بقيت عمري، وإنه بقى ليه معارفه ليه وصايته في النيابة ولا في القضاء ولا يعرف محامي مش عارف إيه، وإن إزاي هيقدر يحرمها من العيال فعلا. فهنا موضوع أزمة عشان في فقدان، فيا إما في تهديد يا إما في فقدان. فدول حاجتين مهمين قوي نعرفهم، إن لما نقول على الأمر إن هو أزمة يبقى الأمر مصاحب إن في تهديد على الحياة أو تهديد مثلا على السمعة أو إن في فقدان من أي نوع من الأنواع. دي بس فكرة عن ديناميكية الأزمات، وهنكمل لسه مع بعض. أشكركم.